السلام عليكم. عمرك حسيت إنك ماشي في الدنيا بس مش حاسس بيها؟ شهور بتعدي وإنت غايب جوا سجن ملوش قضبان، سجن بنسميه الإدمان. الصعب بجد إنك بتضطر تنسى أحلامك عشان بس عقلك يسيبك تعيش يومك، وبتبقى النتيجة إنك عايش ميت. النهاردة هنعرف ببساطة إزاي نلم الكركبة دي ونرجع نسيطر على حياتنا بالطب، إيه اللي بيحصل، أو بالنظام العلمي إيه اللي بيحصل. عشان نفهم الموضوع ببساطة، الإدمان بيعمل كركبة في كيمياء المخ. المخ فيه نظام مكافأة بيخلينا نفرح بالحاجات الحلوة، لكن الإدمان بيبوظ النظام ده وبيخليك تحارب عقلك عشان بس تحس إنك طبيعي. انت هنا مش بتواجه كسل، انت بتواجه لخبطة خلت احلامك تبان بعيدة قوي وصعبة الوصول. بالنسبة للسنة والاسلام، الاسلام دايما هدفه يحمي اغلى حاجة عندك وهي عقلك. اول حاجة، لما ربنا حرم الحاجات اللي بتغيب الوعي عشان تفضل انت القائد في حياتك، مش عبد العادة او مادة. جهاد النفس هنا بيجي دور ضبط الذات، وده بيبدأ لما تقول لا لا للكركبة، وكل مرة بتقاوم فيها انت بتبني شخصيتك من جديد وبتهدي الدوشة اللي جوه دماغك. الاستعانة بالله، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اننا مش لوحدنا، ودايما نستعيذ من العجز والقهر اللي بيعمل الإدمان في أحلامنا. روشتة بسيطة لترتيب حياتك: واحد، اكتب أحلامك. طلع الأحلام اللي الإدمان خباها واكتبها في ورقة، والكتابة دي هي أول خطوة لترتيب أي كركبة. ابعد عن مسببات الكركبة، غير المكان والعادات اللي بتفكرك بالقديم، لأن السيطرة على النفس بتبدأ من تنظيم اللي حوالينا. خد خطوة صغيرة، ما تفكرش في السنين الضايعة، فكر في النهاردة وبس، واستعن بالله. أنا عارفة إنه الابتلاء شديد، بس أنت أقوى من أي عادة، وأحلامك لسه مستنياك تفوق لها. ما تسمحش للكركبة تسرق عمرك وتخليك عايش ميت. شارك الفيديو عشان يبقى نور لغيرك، ولو شايف إنه الفيديو ده هيفيد أو فادك بجد، ياريت تقول لنا رأيك في الكومنتات. أنا إلهام جد الرب، كاتبة محتوى طبي ومترجمة طبية وإسلامية. دمتم بعقول واعية وقلوب مطمئنة.